السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين، احلى اخوات واحلى جمهور في الدنيا، بحبكم في الله. صباح الفل. النهارده كده ماما جابت الفسيخ البوري ده عشان نعمله فسيخ. هي جايبه 4 كيلو. ما شاء الله الاحجام دي احجام حلوه واحجام كويسه، يعني مناسبه للفسيخ. هنعملها سوا مع بعض كده، واوريكم بقى الطريقه اللي ماما بتحدق بيها الفسيخ او بتخلل بيها الفسيخ زي ما بتقولوا. طريقة جميلة جدا وطريقة سهلة، وكمان هي دي الطريقة المظبوطة اللي ماما دايما بتعمل بيها الفسيخ. انا وريتكم الفسيخ كذا مرة في كام فيديو كده على القناة، بس ما كنتش وريتكم الطريقة اللي بنكسر بيها الفسيخ. دي بقى الطريقة اللي ماما بتعمل بيها، ما شاء الله طريقة حلوة قوي وهتشوفوها، ودي اللي احنا بنعمل بيها على طول. طريقة جميلة جدا، يعني انتوا لو جربتوها بجد هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوا بيها الفسيخ بتاعكم بالطريقة دي. الاول كده بنجيب كمية الملح دي على حسب بقى البوري اللي انتوا جايبينه. لو جايبين كتير بتكتروا الملح، مش كتير بتحط يعني الملح المظبوط، وبتحط عليه شطة حمراء اللي هي الناشفة دي. وبناخد كمان زيت، بس الزيت ده بنحطه الاخر. بناخد بقى الفسيخة كده من دولت او السمكة من دول يعني، بنرش عليها كلها ملح بشطة كده، وكمان بنفتح الخياشيم بتاعتها دي، بنبقى غاسلينها كويس، وبنحط بقى فيها ملح وشطة كمان عشان خاطر دي اللي تظبط طعم الفسيخة من جوه. تمام. وبنقلبها كده كويس في الملح، ونحط لها يعني ايه، بنخليها تاخد كلها ملح بشطة كده. هنعمل بقى الكمية كلها كده وهنحطها في علبة. ماما بتحطها في العلبة دي، بس طبعا العلبة دي محكمة يعني ما بتدخلش هوا. لو انت ما عندكيش علبة زي دي ممكن تعملها بقى في كيس، في كذا كيس مع بعض كده، اللي هي شنطة البلاستيك، وتربطيها كويس. لو عندك علبة زي دي بتبقى مخصصة للفسيخ، لو عندك تبقى حلوة اوي وهتوفر عليكي كتير. وكمان خدنا واحدة تانية كده وعملناها بنفس الطريقة اللي بنعمل بها البوري كله، ان احنا بنحط لها ملح في الخياشيم، ملح بشطة كده، وكمان بنخليها كلها يتحط عليها ملح، بنرش عليها ملح كلها يعني زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. ماما حطت الكمية كلها كده، وطبعا هوريهم لكم في الاخر برضو في العلبة كده يبقى شكلهم عامل ازاي. ما بنحطش عليه حاجة تانية اكتر من كده، اللي هي الملح والشطة الناشفة دي. عايزينها حراقة بقى بتجيبوها حراقة من عند العطار او من عند العطار يعني، وبتجيبوها لو انت عايزينه بارد بتجيبوا شطة باردة والزيت في الاخر. بس هما دول الحاجات اللي احنا بنحطها للفسيخ. عايزاكم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي عليها في التعليقات كان حلو معاكم ولا لا. بس اهم حاجة برضو اما نعمل الفسيخ انه نحطوه في علبة ما توصلوش الهواء، او لو احنا حطيناه في مثلا كذا كيس مع بعض نضمن ان هو ما يوصلوش هواء خالص، لان لو وصله هواء وانت مفسخاه بيبوظ. طول ما هو ما وصلهوش هواء بيبقى جميل جدا، وبتوصلي نتيجة حلوة قوي مع الفسيخ في الطعم، وكمان يعني بيبقى ملهوش حل. دي بقى كل الكمية اللي ماما عملتها. العلبة دي اللي هي بقول لكم مخصصة للفسيخ كده، انتوا ممكن تجيبوها من اي محل بتاع جهاز عروسة، بتقولوا عايزين علبة اللي هي بتاعة الفسيخ، بتبقى علبة مخصصة كده محكمة الغلق، ما بتدخلش اي هوا خالص للفسيخ. بنرصه واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. وفاضل معانا بقى كمية ملح من دي، ماما هتحطها كلها عليه. هنجيب برضو الملح اللي فاضل كله هنرشه كله عليه، لان طبعا ما شاء الله انتوا شايفين الحجم بتاعه كبير فبيعوز ملح كتير. الزيت بقى في الاخر بنحطه عليه كده، وبنغطي بقى كويس ونسيبوه. هتشوفوه برضو معايا هنا في الفيديو واحنا بنطلعوه من العلبة الفيديو كامل يعني. انا مصوره الفسيخ من اوله لاخره لحد ما بنيجي نفتح عليه وكمان ننضفوه وناكلوه، مصوره كله في الفيديو ده، فهوريلكوا دلوقتي. دلوقتي خلاص ما قلناش هنحط عليه اي حاجه تاني بقى، خلاص هنغطي بقى ونسيبه ولا كده. وطبعا الفسيخ ده بعد 25 يوم كده ممكن نفتح عليه، يعني الحجم ده ممكن ياخد له معانا 25 يوم، وتفتحوا عليه بيكون طيب وبقى كويس. دلوقتي هفتح عليه بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو. زي ما انتوا شايفين بقى النتيجه بتاعت الفسيخ جميله جدا. ده كان خد معانا 25 يوم، ما شاء الله طلع حلو ازاي وطيب،
وما شاء الله زبده بقى. هفتحه دلوقتي وانوريه لكم. ما شاء الله تحفه بجد. الطريقه اللي ماما بتعمل بيها الفسيخ دي طريقه جميله جدا، واحنا دايما على طول بنعمل الفسيخ بتاعنا بالطريقه دي، ونحطش عليه اي حاجه بقى تانية ولا اي اضافات اكتر من الشطه والملح والزيت. ما شاء الله. شوفوا الفسيخ طلع حلو ازاي. هنفتحوه بقى دلوقتي وتشوفوه. حاجه بقى كده نظيفه وحاجه مضمونه، عارفه انت عاملاه ازاي، وبتبقي غسلاه كويس قبل ما تحدقيه، يعني بتبقي ضامنه الفسيخ بتاعك حاجه نظيفه، وعارفه هو ان هو مغابش. مثلا بتروحي تشتروا من محلات الفسيخ بيبقى غايب ومركون هناك، وكمان بتيجي تفتحي الخياشيم بتاعته دي تلاقيها مليانه طين، بيبقى معمول بطريقه مش كويسه. فدي طريقه حلوه ممكن تجيبي بيها الفسيخ وتعمليه في بيتك وتاكليه وانت مطمنه، وانت ضامنه انت عارفه عامله حاجتك ازاي. بجد الطريقه دي حلوه، يا ريت تجربوها وتعملوا بيها. احسن من الشراء، وكمان احسن كمان يعني بيبقى غالي وده موفر، مش هيبقى غالي زي الفسيخ التاني لا ونضيف. هننضفوه بقى. ماما قالت هنرصه كله كده عشان نصوره لكم كله وتشوفوه. بعد كده نبدأ بقى ننضفوه سوا مع بعض وتشوفوا الفسيخ بقى وجماله وحلاوته. ماما بتنضف اهيت، وهتفتح لكم قلبي دي دلوقتي وتشوفوها كده. ما شاء الله جميل جدا. احنا بننضف الفسيخ كده، بنحب ان احنا يعني نشيل ننضفوه، نحوش القشر بتاعه وننضفوه كده، يعني ايه، بنحب نعمل فسيخ عندنا كده قبل ما ناكلوه. دلوقتي بقى ماما هي اللي بتنضف اهي وتفتح لكم بطنها وتشوفوها جميلة جدا. ما شاء الله. شايفين بقى اللون الورد الجميل ده، وكمان الفسيخ سايح زبدة ازاي. ما شاء الله. شايفين اللون والطعم بقى ما اقولكمش، والريحة لا حاجة زي الفل. ده بقى الفسيخ اهوت والنتيجة بتاعته، يعني هو بيتكلم عن نفسه، حاجة جميلة، حاجة نظيفة، حاجة مضمونة، حاجة من الاخر، حاجة زي الفل. ماما بقى هكمل معاكم كمية الفسيخ دي كلها كده، هتنضف، وطبعا ايه هتفتحوا برضو كله كده، وهصوره لكم برضو في الاخر كله هتشوفوه. ما شاء الله حاجة تحفة. بألف هنا للي كان. بجد الفسيخ ده كان جميل جدا، وكان الطعم بتاعه جميل، وبالهنا والشفا. عايزاكم بقى تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي. هنفتح برضو واحدة تانية كده. ماما برضو قالت ننضفها سوا مع بعض كده ونفتحوها عشان تشوفوا برضو الفسيخ كله عامل ازاي. هي بتحوش بطنها كده عشان تنضفها وتوريها لكم. ما شاء الله. شايفين برضو التانية لونها عامل ازاي، وكله بالشكل ده. ما شاء الله كله تحفة يعني. ما شاء الله تحفة وجميل. دلوقتي بقى احنا كنا خلصنا كده ورصينا بقى الصينية اللي نقعد ناكل عليها. ما شاء الله ده الفسيخ كله، اللون بتاعه حلو ازاي، جميل ما شاء الله. وكان الطعم والريحة ما اقولكمش بقى، لا كانت حاجة من الاخر. فانا قلت اصوره لكم كده كله اهوت. ما شاء الله حاجة نظافة وحاجة مضمونة، وكمان يعني ايه مش مكلف، حلو. واتفضلوا بقى معانا اللي بيتفرج عليا، اتفضلوا معانا. وده طبعا كان الفيديو بتاعي النهارده، كنت مصوراه عند ماما. ويا ريت يا حبايبي اللي لسه مكمل معايا لحد دلوقتي يعمل لايك للفيديو ده، واللي مش مشترك في القناه يدخل على القناه ويشترك فيها. زي ما انتم شايفين بقى كنا خابزين معاه العيش ده، ده العيش الرح كنا عاملينه معاه، وعاملين سلطه وبصل وخضار وشطه، ويعني كده يعني ايه
ده كان اليوم بتاعنا النهارده عند ماما، وكان يوم حلو كنت مقضيها هناك انا واخواتي. احنا على طول بنروح عند ماما كده. واعملوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناه. اشوفكم على خير.